عليكم ازيكم. اتلعبت امس 6 مباريات في اطار الاسبوع 16 من الدوري الانجليزي. نتائج المباريات جاءت كالتالي: كريستال بالاس 1، ليفربول 2. أحرز هدف كريستال بالاس جوني فليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء. أحرز أهداف ليفربول محمد صلاح دقيقة 76 وهيرفي أليوت في الدقيقة 91. تاني مباراة هتبقى معانا ويلفرهامبتون نوتنغهام فورست، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. أحرز هدف نوتنغهام فورست هيري توفالو في الدقيقة 14. أحرز هدف التعادل لفريق ويلفرهامبتون ماتيوس كونيا في الدقيقة 32. المباراة التالتة معانا برايتون وبرانلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. أحرز هدف نادي برانلي ويليام أدابورت في الدقيقة 45. أحرز هدف التعادل لبرايتون سايمون أدينجرا في الدقيقة 77. المباراة الرابعة معانا شيفيلد يونايتد وفريق برانتفورد. قدر فريق شيفيلد يونايتد أن يحقق الفوز بنتيجة 1-0 على أرض قصاد جمهوره. أحرز الهدف جيمس بيكاتي في الدقيقة 46. ومباراة المفاجأة مانشستر يونايتد يهزم على أرضه قصاد جمهوره ب3 أهداف أمام فريق بورموث. أهداف بورموث دومونيك سولينكي في الدقيقة 5. أحرز الهدف الثاني فيليب بيلينج في الدقيقة 68. أحرز الهدف الثالث ماركوس سينسي في الدقيقة 73. وفي المباراة السادسة فاز فريق أستون فيلا على أرضه بهدف مقابل لا شيء على فريق الأرسنال. أحرز الهدف جون ماكاجين في الدقيقة 7. سوف تستكمل اليوم مباراة الأسبوع 16 من الدوري الإنجليزي بالمباريات الآتية. في 3 مباريات النهاردة هتتلعب الساعة 4: لوتن تاون مانشستر سيتي، فولهام ويست هام، ايفرتون وتشيلسي. في مباراة وحيدة هتتلعب الساعة 6:30، مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء نتائج مباريات أمس. نتكلم عن مباراة امبارح سريعا كده. فوز مهم ليفربول امبارح على فريق كريستال بالاس، حاول نتيجة تأخره بهدف لفريق كريستال بالاس لفوز بهدفين مقابل هدف. أحرز محمد صلاح هدف الأول امبارح بشكل جميل جدا. الكرة كانت حلوة قوي، شاطها خبطت في المدافع ودخلت على يمين حارس المرمى في الزاوية البعيدة. والهدف التاني لأليوت برضو تسديدة جميلة جدا في الزاوية القريبة عشان يقدر نادي ليفربول أن يحقق الفوز وإنه يتربع على عرش ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، فرق نقطة واحدة عن فريق الأرسنال اللي اتهزم امبارح من فريق أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء. كانت مباراة بالنسبة لفريق الأرسنال كانت مباراة صعبة، إن فريق أستون فيلا أحرز الهدف الأول لبدري في الدقيقة 7، وبعد كده لعب بشكل دفاعي طول اللقاء طول المباراة. كان في هجمات لفريق مانشستر سيتي، ولكن وقف قدام دفاع نادي أستون فيلا بشكل كبير وحارس المرمى أيضا. تابع ترتيب فريق مانشستر سيتي بعد الهزيمة امبارح المركز الثاني برصيد 36 نقطة زي ما هو، وارتفع رصيد فريق أستون فيلا ل 35 نقطة المركز الثالث.
ودي انجاز لفريق استون فيلا لحد دلوقتي. خلصت معاكم فيديو النهارده، عرفنا نتائج مباريات امس، والنهارده ان شاء الله هي هتستكمل مباريات الاسبوع ال16 النهارده ب4 مباريات. وعرفنا كمان ترتيب جدول الدوري الانجليزي بعد انتهاء مباريات امس. خلاص انا خلصت معاكم فيديو النهارده. لو فيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناه واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم. شكرا.